يجعل ثواب ما يتلى في هذه الليلة نورا يتقاطر على قدرها، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. الفاتحة. استعاذة بالله من كل شيطان رجيم، وبسملة بسم الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، والحمد لله بلا انتهاء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، تحية مباركة من عند الله إليكم جميعا أيها النبلاء، كل من شرفنا إلى هنا لتأدية واجب العزاء. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب، وفيها نعيدكم للدود والتراب، ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. الملك ملك، والقضاء قضاء، والخلق كلهم عبيد. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك، تقلبهما كيفما شئت وكيفما تشاء. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك يا ربنا حمد المتقين الأبرار، نعوذ بنور وجهك من خلقك الأشرار. نسألك السلامة يا ربنا من دار البوار، ونسألك أن تجعلنا من المتطهرين والأطهار. وصلاة وسلاما على قدر الكمال وكمال الجمال وجمال الوجود سيدنا محمد، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا. ماذا أقول في مدحه والله تقدر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا. صلاة وسلاما عليك يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تطوف لقبر أنت يا طاب ساكنه، فيه
العفاف وفيهن الجود والكرم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. السادة الحضور الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحييكم من هنا من هذه الساحة القرآنية المباركة التي تجملت وتزينت تحت قيادة عميد مقاولي أعمال الفراشة عبر أنحاء الجمهورية حق يسري عبد الحميد وأولاده، وارث المعلم مصطفى يسري. تصاحبنا من وحدات البث المباشر قناة المهندس صبحي الأزهري للحفلات الدينية. مقام التأدين والتكريم للأم المربية الفاضلة كريمة الحاج محمد عبد العزيز الصعيدي، ووالدة الأستاذ أحمد سعيد والأستاذ أشرف مارادونا والأستاذ محمد سعيد، وجدت كل من الأستاذ محمد مارادونا والأستاذ محمود مارادونا والأستاذ سعيد أحمد، جميعا يشكرون لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. في حضور هؤلاء الأعلام، في حضور فضيلة العلم القرآني قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والقارئ والمبتهل بقطاع القنوات الفضائية فضيلة القارئ الشيخ سيد إدريس، كما يحضرنا أيضا صاحب المدرسة الغانمة بالمقامات والروايات فضيلة القارئ الشيخ أحمد الفراحاتي. أما الذي يرتقي منصة التلاوة الآن هو فضيلة العلم القرآني قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والقارئ والمبتهل بقطاع القنوات الفضائية ابن قرية سندوى مركز ومدينة الخنكة فضيلة القارئ الشيخ سيد إدريس، ليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والكافرون هم الظالمون.
والكافرون هم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد من الغي تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن الله ولي الذين
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله أبشر بخير حافظ القرآن ما حفظت حفظت بالفرقان نورا بصدرك دائما متوهجا وفصاحة تجري على الآذان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها السادة الحضور الكرام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاغى على مسامع حضراتكم فضيلة العالم القرآني قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، قارئ والمبتهل بقطاع القنوات الفضائية بقرية سندوى مركز ومدينة الخنكة، فضيلة القارئ الشيخ سيد إدريس. مقام التأبين والتكريم للأم المربية الفاضلة كريمة الحاج محمد عبد العزيز الصعيدي، ووالدة الأستاذ أحمد سعيد والأستاذ أشرف مارادونا والأستاذ محمد سعيد، وجدت كل من الأستاذ محمد مارادونا والأستاذ محمود مارادونا والأستاذ سعيد أحمد، جميعا يشكرون لحضراتكم ولكل من شرفنا إلى هنا لتأدية واجب العزاء. أشكر المؤسسة العالمية للفراشة الدولية نارا الذهبية والهندسة الصوتية المصطحبة لدى كبار القراء حق يسري عبد الحميد وأولاده، وارد المعلم مصطفى يسري والمقيم بكوم شفين مركز ومدينة قليوب. أشكر وحدات البث المباشر قناة المهندس صبحي الأزهري للحفلات الدينية، كذلك خدماتنا الفندقية الممتازة المتر درويش الجرحي. يا سادة شكر الله مسعى الحاضرين جميعا.